والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، فقد شرفنا الله سبحانه وتعالى هذه الليلة بمقدم الأستاذ الدكتور مجاهد أبو المجد حفظه الله تعالى، أستاذ الغدد الصماء وأمراض السكري، وكذلك كبير من علماء الإعجاز العلمي للقرآن، إن لم أكن وهما فهو ممثلهم في مصر. أسأل الله أن يجعل الحق على لسانه. ومعه طائفة من أهل الفضل شرفونا في ليلتنا هذه، فلا نحرم أنفسنا وإياكم من الاستفادة من علم الأستاذ الدكتور مجاهد حفظه الله تعالى. وأكرر، أحسبه كما سماه أبوه رحمة الله عليه مجاهدا كاسمه، فهو منافع عن دينه في المقامات الدولية والمقامات الداخلية لنصرة هذا الدين القيم، ولا نزكي على الله أحدا. جندنا الله وإياكم جميعا لنصرة هذا الدين القيم، فهو شرف لمن يجندهم الله لنصرة دينه، شرف لهم في الدنيا وشرف لهم في الآخرة. بقية صورة من صور النصرة، وصور النصرة متعددة، لا أطيل. فمع الأستاذ الدكتور مجاهد أبو المجد حفظه الله تعالى، أسأل الله أن يطلق لسانه بما يرضيه عنه وبما ينفعنا وينفعكم وينفع المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا ضد له ولا منازع له، يختار ما يشاء لا راد لمشيئته ولا معقب لحكمه. وأصلي وأسلم على نبينا الأمين محمد صلى الله عليه وسلم، الذي ابتعثه الله بدين الحق ليظهره على الدين كله. ثم أما بعد، فنحن نمر يعني فقه الواقع بأحداث عظيمة تمر بها الأمة في هذه الأيام، وهي أحداث غزة. وفي الحقيقة لي صديق مصري أمريكي، يعني يحمل الجنسية الأمريكية، ولكن يميل إلى العلمانية، ويعني كتب مقالا طويلا عن الأحداث فيه مغالطات كثيرة جدا، وحاولت أن أرد عليه في هذه المغالطات يعني. وطبعا مغالطات كثيرة لا يمكن أن نرد عليها في مجلس واحد. أول مغالطة هو بيقول أن الفلسطينيين يعلمون قوة إسرائيل، فلماذا قاموا بعملية طوفان الأقصى وهم يعلمون أن رد فعل إسرائيل سيكون عنيفا؟ دي أول مغالطة قالها. المغالطة الثانية قال إنكم تدعون كثيرا على اليهود وعلى إسرائيل وأنتم ترون علوهم في الأرض. فدي مغالطة تانية من المغالطات اللي بيثيرها العلمانيين. المغالطة الثالثة قال لي عندكم آية في سورة المائدة، وإذ قال موسى لقومه يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. مش ده اعتراف من القرآن بأن الله كتب هذه الأرض لبني إسرائيل؟ هذه مغالطة ثالثة، يعني كتبها وكأنه يوحي أن هذه الأرض ملك لبني إسرائيل. طبعا لقصور فهمه هو ذهب إلى هذا الرأي. طبعا في مغالطات أخرى كثيرة كتبها، لكن
يعني سأرد سريعا على هذه المغالطات. كان وأنا ناوي إن شاء الله إني أكلمه وأفتح معاه مكالمة طويلة للرد على هذه المغالطات. أنا لم أرد عليه حتى الآن، لكني وجدتها مكتوبة باسمي على وسائل الاتصال الاجتماعي، والحقيقة كلها مغالطات. أولا، لماذا أقدم أو ما هي الفوائد التي نجمت عن طوفان الأقصى؟ يعني صحيح حدث في غزة تدمير رهيب، وقتل الأطفال والنساء وما يزيد عن 30,000 يعني قتلوا في هذه الحرب، ونسأل الله أن يتقبلهم في الشهداء. ده ودمار رهيب في غزة بشكل كبير جدا جدا جدا. لكن الحقيقة عملية طوفان الأقصى كان لها فوائد جمة. أولا، أحيت القضية الفلسطينية. القضية الفلسطينية الآن أصبحت على مسمع ومرأى من العالم جميعا، حتى أن أمريكا بدأ فيها مظاهرات ضد إسرائيل. أمريكا اللي عاشوا، ويمكن في فيديو منشور على وسائل التواصل الاجتماعي منذ أيام قليلة، جايبين واحد بيقول عشنا وتربينا على إننا نقدس إسرائيل، وإن إسرائيل جزء من أمريكا، وإن إسرائيل لا تنفصل عن أمريكا، وأن المسلمين إرهابيون. هو قايل هذا الكلام، وتعلمنا هذا الكلام وأصبح عقيدة بنعيش فيها. الآن هذه العقيدة تغيرت بشكل كبير جدا، واللي بيتابع الآراء سيجد أن شعبية بايدن والحزب الديمقراطي انخفضت بشكل رهيب جدا في الفترة الأخيرة. وبدأ بايدن وفي فيديو منتشر بيعترف أن في خسائر نالت أمريكا من الأحداث الجارية بسبب ازدواجية المعايير. عايشونا سنين طويلة، يمكن كلكم عشتوا معانا سنين طويلة، يتكلمون عن حقوق الإنسان، والآن ظهر أنهم أبعد ما يكون عن أبسط حقوق الإنسان. أبسط ما يكون أن يقتل هذا العدد الضخم من الأطفال والنساء ولا يحرك فيهم شعرة، فأين هي حقوق الإنسان؟ فالعالم الغربي اللي كان بيتشدق بحقوق الإنسان والديمقراطية ويتهمنا بالديكتاتورية، العالم الغربي الآن الكل يعلم أن عنده ازدواج في المعايير. الدم المسلم حلال، لكن أي دم آخر إرهاب. يعني ده نوع من الإرهاب. إذا كنت بدافع عن قضيتي فده إرهاب. فده يعني بلا شك سقط العالم الغربي، وسقط القناع اللي عايشون فيه فترات طويلة جدا بحقوق الإنسان. أنا مش عاوز أتكلم في حقوق الإنسان، لأن أكثر دين احترم حقوق الإنسان هو الإسلام. أكثر دين، ودي ينفع تبقى محاضرة كاملة عن حقوق الإنسان في الدين الإسلامي. دي يعني نقطة مهمة جدا أعقبت طوفان الأقصى. يعني أعقبت طوفان الأقصى أنها عرت المجتمع الغربي تماما، ما عادش حد. ثانيا، القضية أصبحت على لسان كل مسلم. صحيح نحن من المقصرين، إحنا ما أديناش واجبنا لإخواننا. ندعو، الدعاء مطلوب، لكن محتاجين إن إحنا نساعدهم بالمال وبما نملك. لابد أن يعني المساعدة تبقى مساعدة فعلية، يعني مساعدة فعلية. إحنا مش قادرين نساعد بالجهاد، يبقى في وسائل أخرى. ولا نمل من الدعاء ولا نستأخر النصر. الحقيقة لما الواحد بيشوف إن هم فعلا زلزلوا زلزال شديد، الواحد بيتذكر آيات سورة الأحزاب: وإذ زاغت الأبصار
وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. مين اللي زلزلوا زلزال شديد؟ صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أفضل جيل على وجه الكرة الأرضية منذ خلق الله آدم إلى أن تقوم الساعة. أفضل جيل هو جيل الصحابة بالاتفاق، محدش يقدر ينكر هذه النقطة. ومع هذا الجيل ده زلزل زلزال شديد لدرجة أن ربنا وصفهم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فلما يزلزل أهل غزة ما احنا ليه بنستبطئ النصر؟ النصر قادم إن شاء الله، وهذا وعد الله، ووعد الله لابد أن ينفذ. لا يستطيع أحد أن يرد وعد الله إطلاقا، لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه. ده كلام لا خلاف عليه تماما. الله سبحانه وتعالى لا أحد يستطيع أن يرد قضاءه ولا أحد يستطيع أن يرد إرادة الله سبحانه وتعالى، فإرادته نافذة. لما نستبطأ النصر، أنا برد عليه يعني لما نستبطأ النصر، أنا بفتكر الآية حتى إذا استيأس الرسل. ده مين دول اللي وصلوا لليأس؟ أنا وإنت؟ لا، أفضل منا، أفضل خلق الله هم الرسل. فلما يوصلوا لدرجة الاستيئاس لا نقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى. رحمة الله قادمة، والله له حكمة في الأحداث التي تحدث. وكما قال فضيلة الشيخ في الدرس، الله يقدر الأمور، هو الذي يقدرها فقط. وما تعتبر أنت خيرا قد يكون شرا، وما تعتبر أنت شرا قد يكون خيرا. الذي يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون ويعلم السر وأخفى من السر هو الله سبحانه وتعالى. فالله له إرادة، لابد أن نؤمن بإرادة الله سبحانه وتعالى وبقضاء الله سبحانه وتعالى، ولا نستأخر النصر. النصر سيأتي بإذن الله، وهذا وعد الله، ووعد الله لا يخلف أبدا. يعني وعد الله سبحانه وتعالى، فلا بد أن نثق أن نصر الله قادم لا محالة. متى؟ لا يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. إذا أخذنا بأسباب الدنيا، يعني لو إحنا بناخد بقى بأسباب الدنيا وهم يمتلكوا السلاح، كلكم تعرفوا، سمعتوا عن الدبابة اللي هي المركافة دي، كلكم سمعتوا عنها. المركافة دي عاملينها بيقولوا إنها أحسن دبابة في العالم. طب أحسن دبابة في العالم ليه؟ لأن فيها وسائل الحماية، وهم زي ما القرآن وصفهم لا يقاتلناكم إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. فهم عاوزين حاجة آمنة عشان يخشوا جواها، فجالهم المركافة دي. والله وده بيأكد لنا على عظمة القرآن سبحانه، على عظمة القرآن الذي أنزله الله. القرآن كل شوية بنشوف آيات تتحقق، وهذا دليل على صدق هذا الكتاب وأن هذا الكتاب من عند الله يقينا. المركبة دي بصواريخ الياسين اللي هي لا تعتبر شيء، دمر أكتر من 20 واحدة منهم، لدرجة أن يمكن تشوفوا على وسائل التواصل الاجتماعي في تسريب لأحد كبار الضباط اللي هم في حجرة العمليات بيصرخوا لما شافوا المركبة بتتدمر، وقال إن ما في معركة فيها لقاء وجه الوجه إلا انتصرت فيها حماس. مش أنا اللي بقول كده، هم اللي بيقولوا كده، والعالم كله عارف إن خسائرهم أكبر بكثير مما يقولون. والتسريبات اللي بدأت تطلع منذ يومين فقط بتؤكد على أن الأعداد التي قتلت في هذه الحرب من هؤلاء الملاعين أعداد كبيرة جدا. وهم قالوا تعبير واحد بس لو احنا وقفنا معاه، قالوا إن الأعداد التي قتلت في 50 يوم
منذ 7 أكتوبر حتى الآن، اللي هو طوفان الأقصى، الأعداد التي قتلت لم تقتل في كل الحروب التي خاضتها إسرائيل. وإخواننا لا يملكون الأقمار الصناعية ولا القنابل التي تخترق، القنابل المدمرة اللي قوة التدمير بتاعها رهيبة جدا، اللي اعطتها أمريكا قريبا إلى إسرائيل. كل هذا الكلام وكل هذا السلاح أمام سلاح بسيط مع إخواننا قدروا يحققوا ما أذهل العالم. ومنهم يعني من أكثر الناس اللي أصيبوا بالذهول هم الإسرائيليون أنفسهم. قادة إسرائيل يعني يكون إن هم يلجأوا إلى الهدنة بشروط حماس، ده انتصار كبير جدا. يعني ده انتصار كبير جدا. الثمن كبير وعدد القتلى كبير وعدد يعني نحسبهم شهداء عند الله، عددهم كبير جدا والدمار اللي في غزة كبير جدا، لكن مفيش حاجة بدون ثمن، والله له إرادة ستنفذ حتما. الله سبحانه وتعالى غالب على أمره، الله غالب على أمره. فاحنا ما نستبطأش النصر وما نبطلش دعاء. يعني ما نبطلش دعاء. يعني بتصلي ادعي لهم، وانت ساجد ادعي لهم. يعني الدعاء مش هيكلفك شيء، والله وسيلة ناجعة. يعني لعل فينا رجل صالح يتقبل الله سبحانه وتعالى منه ويرفع البلاء عن إخواننا في غزة. يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنهم هذا البلاء. يعني زي ما فضيلة الشيخ قال، يعني ربنا سبحانه وتعالى لعن بني إسرائيل في القرآن، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. يعني ربنا وصفهم بالقردة والخنازير، وقالوا زي ما فضيلة الشيخ قال يد الله مغلولة، وقالت اليهود يد الله مغلولة. القرآن رد عليهم وقال غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. يعني شوف، يقولون على المولى عز وجل كل هذه الأقوال. ربنا قال عليهم سماعون للكذب أكلون للسحت. يعني ربنا سبحانه وتعالى وصفهم بوصف كبير جدا جدا. نيجي للنقطة الأخيرة عشان ما أطولش عليكم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. هم بعدها قالوا عشان بس نشوف طبيعتهم ونشوف إن السياق القرآني لابد أن يكون متصل. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإن داخلون. لما هم يخرجوا هندخل. والألعن من كده بقى قالوا له يا موسى إنا لن ندخلها أبدا فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. قالوا لكليم الله سيدنا موسى، قالوا له اذهب أنت وربك. قلة الذوق في الحديث مع نبي من أولي العزم، والأكثر من ذلك في الحديث عن الله سبحانه وتعالى. يعني اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. حتى اللي بعدها شوف سيدنا موسى قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. ده اللي وصفهم بقوم فاسقين مين؟ سيدنا موسى هو اللي وصفهم بقوم فاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. تاني فلا تأس على القوم الفاسقين برضو. ففاسقين لعن الذين كفروا من بني إسرائيل، وصفوا بأنهم سمعون للكذب أكلون للسحت
وصفوا بالقردة والخنازير وعبد الطاغوت وعبدوا العجل، كل ده ونجد واحد يتعاون يعني يتعاطف معه. يعني بعد كل هذه الأوصاف تتعاطف مع هؤلاء. وسمعت بقى كبير الحاخامات بتاعهم يقول لهم إن موجود في سفر أشعياء في التوراة إن قتل الأطفال وقتل النساء ده شيء واجب عليكم ولازم تعملوه، واللي تقابلوه اقتلوه. والكلام موجود وعلى الفيديو معايا على الموبايل، بيدعوهم إلى أنهم يقتلوا الأطفال ويقتلوا النساء ويقتلوا الشيوخ ولا يتركون أحدا، ويهلكوا الحرث والنسل كل شيء. فده عقيدتهم، يعني دي عقيدتهم موجودة في التوراة. طبعا مش التوراة الحقيقية اللي أنزلها الله سبحانه وتعالى، احنا عارفين ان هم يحرفون الكلمة عن مواضعه، وفي يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. فهم أصلا الشهرة عندهم تحريف الكلمة، والشهرة عندهم ان هم إخلاف الوعد. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. هم كده، يعني هم كده، لكن بدأوا يتعلموا تماما. أنا الحقيقة يعني لا أملك فعلا في نهاية كلامي إلا إني أدعو لإخواننا في غزة إن ربنا سبحانه وتعالى يحميهم وينصرهم ويؤيدهم ويرفع درجاتهم ويتقبل قتلاهم في الشهداء ويداوي جرحاهم. فيعني لا نمل إن احنا ندعو لهم. أنا يعني بكتفي بهذا القدر. طبعا الكلام طويل جدا في الأحداث الجارية، لكن الشيخ طلب مني طلب خاص إني لازم أقول فايدة طبية. يعني قال لي ما ينفعش إنك تقول فايدة طبية، فنزولا على رغبة شيخنا الفاضل فيعني أنا هقول يعني نصيحة طبية الحقيقة بالنسبة لمرضى السكر، عشان ده تخصصي الأساسي اللي اشتغلت فيه أكتر من 40 سنة. فالحقيقة من الحاجات المهمة جدا جدا بعيد عن العلاج، أنا مش هتكلم في أدوية ولا علاج ولا حاجة، بعيد عن العلاج، الجزء الرئيسي في علاج مرضى السكر هو إنك تنظم أكلك. يعني طب يعني إيه تنظيم الأكل؟ يعني والناس بتسأل يعني إيه أنظم أكل؟ يعني إحنا عندنا بعض العادات في الأكل فعلا بتضر مرض السكر. من العادات الضارة لمرض السكر الحقيقة، يعني أنا عاوز أقول حاجات غير تقليدية. الناس اللي بيخلوا أكلتهم الرئيسية بالليل، اللي بيأكلوا بالليل كتير دول تلاقي سكرهم دايما يعلى قوي. فأنا بقى بنصح الناس نمرة 2 ما تاكلش أكلة كبيرة مرة واحدة. أنا مش عاوز أقول بقى النشويات والسكريات، الناس عارفة الكلام ده، أنا عاوز أقول حاجات الناس مش عارفاها. ما تاكلش أكلة كبيرة مرة واحدة، وزع أكلك على إيه؟ لقيمات. يعني صحيح الحديث ضعيف، لكن إحنا بنقول الأكلات البسيطة دي ارتفاع السكر معاها ما بيبقاش عالي قوي. نمرة 3 كتر أكل السلطة والخضار. يعني أكل السلطة والخضار من الحاجات الكويسة جدا 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 لضبط مستوى السكر. بعد كده عاوز تاخد حاجة حلوة، الفاكهة من الحاجات الجميلة جدا جدا جدا. الفاكهة يعني من البروتين ما فيش فيه مشكلة، لكن أنا بتمنى اللي بياكلوا بروتين زي اللحوم والأسماك والفراخ والدجاج وما خلافه يبقى مشوية أو مسلوقة. يعني بلاش إن احنا نستخدم كمية زيوت كبيرة بالنسبة للأشياء اللي هي بناكلها. يعني دايما أقول للناس إيه، ابدأ الأول بطبق السلطة، وأنا قلت الكلام ده هنا قبل كده. ابدأ الأول بطبق السلطة وبعدين كل بعد كده الرز وما رزقك الله من البروتين والكلام. لكن كل طبق السلطة الأول هيملى بطنك شوية، فهتاكل كميات قليلة من الحاجات اللي زي كده. الحاجة المهمة تاني لمرضى السكر المشي.
على الأقل نصف ساعة يوميا، ويستحسن بخطوة سريعة شوية. سؤال يتردد بشدة، يعني الناس بتقول هل ممكن مريض السكر من النوع الثاني اللي بيجي في السن الكبير هل ممكن يشفى من السكر، أو ممكن على الأقل السكر ينتظم وما يحتاجش علاج؟ ممكن علميا الآن ممكن. طب ممكن إزاي؟ إن وزني يخس. وزني يخس ده ممكن يؤدي إلى الشفاء من مرض السكر. قد يكون الشفاء مؤقتا أو يكون دائما إذا حافظ على انخفاض الوزن. فانخفاض الوزن من الحاجات الهامة جدا جدا جدا. 10% من الوزن أو 15% من الممكن إن هو يؤدي إلى إنك تبطل كل أدوية السكر اللي بتاخدها، وبالذات لو كان السكر في بداياته في ال5 سنين الأولى. يعني في بدايات السكر لو الوزن نزل ده بيدي شكل كويس جدا. من الحاجات الحقيقة المنسية عند الأطباء وعند المرضى إن إحنا نراعي الحالة النفسية، يعني نراعي الحالة النفسية للمريض. فلا داعي أبدا، يعني بشروا ولا تنفروا، لا داعي أبدا إنك تذكر له أول ما يجي تقول له أنت عندك السكر، ما تاكلش كذا وما تاكلش كذا وما تاكلش كذا وما تاكلش كذا، ولو سبت السكر هيحصل لك غرغرينة في رجلك وعينيك هتبوظ والكلى هتبوظ. انت كده دمرت الراجل او دمرت المريض. يعني بنصح زملائي الأطباء واللي عندهم مريض للسكر ان هم يستخدموا التبشير بس بالعقل والاعتدال والتوسط. يعني ممكن ابقى افشره انا كطبيب يوم يهمل العلاج، يعني يهمل العلاج. فاحنا بنقول لا، خليك دايما الوسطية، والوسطية ده عنوان للإسلام. فالوسطية من الحاجات المهمة جدا جدا. يعني أول ما يجي أقول له ممكن تاكل عيش وممكن تاكل رز وممكن تاكل فاكهة وممكن تاكل خضار وممكن تاكل لحمة وممكن تاكل فراخ وممكن تاكل جبنة وممكن تاكل عسل. كل ده ممكن أقوله للمريض. قبل ما أقول له ما تاكلش إيه أقول له كل إيه، فيقوم يعني يدخل. السكر ممكن التحكم فيه، ممكن التحكم فيه. صاحبه هيصاحبك، ودي قاعدة فعلا ذهبية. المرض سكر صاحبه هيصاحبك. خليك دايما منتظم. ما بقولكش مثلا ايه، يعني دايما اقول للناس الفاكهة من الحاجات الكويسة جدا، بس دايما احنا عندنا عادة مصرية وقد تكون عربية ان بعد ما ناكل لازم نحلي. مش ده صحيح ولا انا بقول كلام غلط؟ انا بقول له خلي الفاكهة ما بين الوجبات، يعني ما تاكلهاش بعد الغداء على طول او بعد الفطار على طول، خليها بين الوجبات. انت هتجوع، لما هتجوع هتروح تاكل ايه؟ عيش، جبنة، مش عارف، كل ده يرفع السكر. لكن في الوقت ده بدل ما انت واخد الفاكهة بعد الاكل وانت شبعان ومعدتك مليانة والاكل طلع من المعدة للمريء وعمال تنزله بعصاية، لا خليك ايه، يعني اعتدل في الوجبة وما تملاش المعدة بشكل كبير قوي عشان ما ترفعش السكر قوي. وبعد كده ايه، بعد كده بين الوجبات خد الفاكهة. اي حاجة حلوة عاوز تاخدها خدها بين الوجبات، تاخدهاش بعد الوجبة مباشرة. بس دي بعض النصايح بالنسبة لمريض السكر. أنا بشكركم، وطبعا شكري أولا لفضيلة الشيخ أنه اداني الفرصة دي أن أنا يعني أتكلم مع هذه الوجوه النيرة. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجمعنا في الفردوس الأعلى كما جمعنا في هذا المكان بلا أنساب ولا أحساب بيننا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.